ما كان ممكن يترك المغرب يهزم إسبانيا والبرتغال وفرنسا. ليس فرنسا يعني أوروبا كلها لا تريد يعني أن يهزم المغرب 3 دول أوروبية، وإلا يعني ستكون ثورة في أوروبا، ثم سيخرج العداء. سيتأدون هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في أوروبا، صدقوني كانوا سيتأدون يعني أشر أذى، وأكثرهم في فرنسا. في فرنسا كانوا سيسحقون، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا. لا نسكت بأن فرنسا لعبت سياسيا وليس كرة القدم. كرة القدم المغرب يهزمها أشر هزيمة 7-0. معنوية اللاعبين المغاربة ليست على أحسن ما يرام. معنوية اللاعبين دخلوا الملعب مدمرين محطمين. وجه الركراكي في مقابلة مع البرتغال ومع إسبانيا ليس هو وجه الركراكي في المقابلة مع فرنسا. يبكون، نعم هناك دموع، يعلمون لماذا هذه الدموع، لأنهم أحبطوا ونحن معهم ونلتمس لهم العذر ونشكرهم.